تصدر هذه المجموعة الخامسة ب7 نقاط، ثم تونس ب3 تعادلات 3 نقاط، أنغولا وموريتانيا نقطتين. مبروك حسام، هارد لك للكابتن محمدي العلي. دعونا نتابع مباريات دور 16 مغرب بنين، أوغندا السنغال، نيجيريا الكاميرون، مصر جنوب أفريقيا، مدغشقر الكونغو الديمقراطية، الجزائر غينيا، مالي كوت ديفوار، وأخيرا غانا تونس. دعوني أبدأ مع الكابتن حسام الحاج علي. حقيقة هناك الكثير من التساؤلات حول أداء لا يليق بتاريخكم في الكرة، بتقاليدكم في الكرة الأفريقية، فرق أو منتخبات. تساؤلات عن الأداء الجماعي، الأداء الفردي، قراءة المباريات، التحضير للمباريات، عن الأسماء. المنتخب التونسي على الورق حسام لو ناخذوهم لاعب على الصعيد المهاري لديكم 5-6 اسماء في وسط الملعب. المنتخب التونسي مش قادر يخرج بالكوره. مهند الكوره مش اسماء وريها على الملعب، الاسم لازمك تبين على الملعب، مش لكن كلمه حسام. شوف مهند صراحه يعجز اللسان على تفسير ما نحس به وما يحس به كل الشارع التونسي. لان قلت لك في البدايه مهند انا من المباراه الثالثه بالنسبه لي انا باش نكملوا البطوله من غير مدرب، تبقى مباريات لاعبين. لكن اللي شفته اليوم لا احساس بالمسؤوليه، لا روح. ممكن ما تكونش جاهز فنيا، ما تكونش جاهز بدنيا، لكن الروح لاعبين تمشي في الملعب. لا شفت تاكلينج، لا شفت لاعبين تعارك على الكوره، لا شفت لاعبين يحاولوا انهم يبحثوا على الانتصار. مهند للمباراه الثانيه على التوالي المدرب الفريق سيء وسيء جدا، ويقوم بتغييرين فقط، ما يقومش بتغيير ثالث. ثم لما يقوم بتغيير يخرج وسط ميدان هجومي ويدخل ظهير يمين، والظهير يمين اللي يدخل في منتصف الملعب مثل عمل مع بن محمد. المنتخب التونسي يعني اصبح يدافع وفرحان بنتيجه التعادل. يعني وصلنا 3 مباريات. هل تتفق ان هذه اسوء مباراه لتونس في 3 مباريات؟ هذه اسوء 3 مباريات ماكسيموم 3 على 10، احسن مباراه. الايجابيه الوحيده ان المنتخب التونسي لم يقبل هدف منذ 2013. ما فيش ولا ايجابيه، ما فيش ولا ايجابيه على صعيد عدم استقبال الاهداف. اتحدث ممكن احسبها ايجابيه لاني قاعد نفكر معاك بصوت عالي، اريد ان اجد شيء ايجابي للمنتخب التونسي. بعد المباراه الثانيه خرج الشعلالي وخرج مريح بعد المباراه. الشعلالي قال لعبنا باش ما نخسروش اليوم، ومريح قال الحمد لله ما خسرناش بعد مباراه مالي. والمدرب دخل ظهير في وسط الميدان مكان مهاجم. هذا ياكد انه هو كان خايف من الخساره. خلاص مباراه اليوم مازال ربع ساعه يدخل ظهير يمين مكان وسط ميدان مهاجم ويقولوا العب في منتصف الملعب. يعني المدرب مش فاهم اللي هو يدرب في منتخب تونسي، مدرب مش فاهم مكانه. لازم بعد المباراه هذه خلاص شنو هو دوره؟ 3 مباريات ومازلت ما عرفتش الفريق، مازلت ما حسيتش بالمسؤوليه اللي انت تدرب في منتخب تونسي ماشي باش يفوز بالبطوله. وقلت انا ونعاود نقولها بالنسبه لي انا تونس باش تكمل من غير مدرب، لان المدرب يلعب ضد الفريق. اما واللاعبين وينو المساكني، وينو الخزري، وينو السليتي، وينو عواضي، وينو كشريده ولا مره طلع. واضح ان هناك خطه بالنسبه للاتحاد الموريتاني لكره القدم، اعلنها سابقا رئيس الاتحاد الموريتاني احمد ولد يحيى اننا الهدف القادم قطر 2022. بهذه الطريقة أنتم في الطريق الصحيح. سأعود لي كابتن وائل، لكن دعنا نأخذ ردود الأفعال الأولى بعد نهاية هذا اللقاء بالتعادل سلبي بين المنتخبين العربيين. ماهر الكنزاري في هذه الأثناء مع نافع بن عاشور. تفضل نافع. مساء الخير مهند، تحية لك ولضيوفك في الاستوديو. مبروك لتونس، لكن لأول مرة يعني في تغطية المتكررة لكأس أفريقيا ترشح تونس، لكن لا نشاهد فرحة. طبعا مبروك التأهل، هذا مهم ب3 نقاط. غاب الانتصار، غاب الأداء، وغاب الإقناع عن مردود المنتخب التونسي حتى في المباراة الثالثة ضد موريتانيا. أنا جاغاس في حجرات الملابس إلى جنبي ماهر الكنزاري طبعا المدرب المساعد. أنا جاغاس لم تكن ربما له الجرأة للحضور في المباشر اليوم. ماهر نقول مبروك ترشح، مبروك للشعب التونسي، لكن واضح على وجهك ماهر عدم الرضا، واضح على وجه اللاعبين في الملعب. المنتخب التونسي ماذا كان ينقصه ماهر في 3 مباريات هذه بصراحه ماهر؟ شوف الاكيد اللي نحن معناتها عندنا كونسيونس، يعني ما نعرفوا شاعرين ان ماناش قاعدين نقدموا فاللي يلزمنا نقدموه، خصوصا نقولوا في المباراه الاولى ومباراه اليوم. المباراه الثانيه كانت احسن شويه. يظهر لي دخلنا في 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 فتره نتاع شك نوعا ما. ان شاء الله نتعداوها. تويك اهم شيء
الترشح كما قلت انت، وان شاء الله مبروك علينا الترشح. ماهوش هدف كبير بالنسبه لنا نحن، وماهوش انجاز اكيد، خاطر متاكد اللي نجموا نعملوا خير بياسر من هكايا. ان شاء الله باش نتعداو تو المرحله الثانيه، بطوله ثانيه، وضع جديد مغاير تماما للوضع اللي نلعبوا فيه، وضع خروج مغلوب. تعرف اللي الناس كلها، الفرق كلها تنطلق ب 50% 50%. ان شاء الله من هنا للوقت هذاك نحضروا واحنا كما ينبغي اكثر، نحاولوا نكونوا اكثر بيرفورمون، اكثر ايجابيين، اكثر نأديوا اكثر في الميدان، اكثر اللاعبين يقاتلوا اكثر في الميدان، ونوعدوا معناتها ان شاء الله باش نعملوا كل ما في وسعنا باش نحاولوا نعاودوا نحضروا الفريق كما يلزم. طيب ماهر، لكن شفنا المباريات الوديه يعني منتخب فيها اسماء، كل شيء متوفر، وشفنا يعني اجتماع كان مع رئيس الاتحاد مع الجهاز الفني بعد المباراه الاولى تحميل كل المسؤوليات، وحتى انت ماهر ربما اخذت مسؤوليات اكثر ودخلت تساهم اكثر مع الجهاز الفني حتى في التدريبات، لكن كانوا لاعبين شاكين في انفسهم، فما مش عادي المنتخب ماهر يعني. شوف المباريات الوديه يعني عمرها ما كانت مقياس كبير يعني. شخصيا معناتها بتجربتي الصغيره ما كنت نحبذ ان المباريات الوديه ما تكونش فيها برشا نتائج، خاطر باهي كي نفوزوا على كرواتيا وباهي كي نفوزوا في المباريات، لكن تخلينا شويه نغلطوا في بعضنا في رواحنا. المباريات الرسميه الغالب باش نقول لك الكلام اللي تقول لي فيه صحيح، بفتره نتاع شك نوعا ما، لكن بقدره ربي باش نتخطاوها، بقدره ربي باش نتعداوها. صحيح ما ثماش فرحه كبيره في الشارع التونسي اليوم، لكن حتى في عجلات ملابسكم حتى نحن في بارتي من التوانسه، نحن ماناش. باهي ماهر اسمع، خلينا نختموا بحاجه ايجابيه. البرتغال بطل اوروبا تعديت ب3 نقاط في الدور الاول، يلا خلينا نكملوا بابتسامه ما جاتش اليوم مع الطرش. حتى ايطاليا 82 زادت 3 تعادلات، وكانت توجت ان شاء الله كما قلت لك، ان شاء الله يكون ان شاء الله جاي ان شاء الله جاي خير. سيء مر في الدور الاول. شكرا لك ماهر الكنزاري، طبعا مساعد مدرب منتخب تونس الانشغاس لم يحضر اليوم، طبعا عديدة هي التساؤلات حول لماذا لم يحضر، والمنتخب التونسي كله تقريبا لم يحضر في الدور الاول، حضر فقط الترشح. مهند. شكرا نافع، شكر موصول للكابتن ماهر الكنزاري. كابتن وائل، ماهر الكنزاري غير قادر على أن يعبر ما في داخله من حزن وخيبة أمل حول أداء المنتخب التونسي في هذا اللقاء. نافع قال له أن النتيجة واضحة على وجهك، هي واضحة على وجه ماهر، على وجه نافع بن عاشور، على وجه حسام الحاج علي. أكيد الجماهير التونسية غير قادرة أو غير مستوعبة هذا الأداء الباهت من هذه المجموعة التي لا يمكن لأحد فاهم وعاقل وفاهم كرة قدم أن يستوعب أن هذه المجموعة بهذه الإمكانيات بهذا الكواليتي غير قادرة أن يتقدم كرة تليق بالكرة التونسية. أنا إحساسي وأنا بسمعه إن هو مكسوف يقول مبروك للتوانسة، للشعب التونسي وللمحب المنتخب التونسي. صح. مبروك على التأهل. أنا حاسس إن هو مكسوف. تونس تتأهل ب3 نقاط بأداء أسوأ أداء في كأس الأمم الأفريقية من كل الفرق اللي شاركت في البطولة. أنا بتهيألي الفرق اللي خرجت في البطولة معز من الدور المجموعات، تونس هو أسوأ أداء من الفرق أسوأ من الفرق اللي خرجت، كل لعبة كورة أسوأ من كل الفرق اللي موجودة. أداء سيء جدا، أداء هزيل لا يليق أبدا باسم تونس ولاعيبة تونس. رد الفعل ما كانش موجود تماما النهارده. رد الفعل من اللاعبين المهمين اللي واحد منهم زي الخزري هجمة على الفريق التونسي بالشكل اللي احنا شايفينه. بص بيتفرج ازاي على 3 لاعبين من موريتانيا، هي دي الروح. بص الروح اللي عند لعيبة موريتانيا والإصرار. بص كل الخزري بيتفرج، بص مفيش الرغبه ولا الروح ولا محاوله انه عايز يجيب الكوره بسرعه عشان يبدا. ده كابتن الفريق، المفروض يكون هو الرمز للفريق. ال3 لاعبين اللي خط الهجوم بالنسبه لي النهارده يعني علامه استفهام، وهم سبب سوء الاداء الهجومي للمنتخب التونسي تماما. وذلك قلت لك حتى لما تكون بدنيا وفنيا انك جاهز، شويه روح احساس تلعب في المنتخب، لعيبه تمشي في الملعب ما تحسش حاسه. انا صراحه بعد ما سمعت التصريح تهنيت شويه، بعد سمعت تهنيت، لانه البرتغال عملت 3 تعادلات فازت باليورو، وايطاليا 82 عملت 3 تعادلات فاز بكاس العالم. يعني خلاص تونس ان شاء الله بطل افريقي، يعني باش نبنيو على خاطر مره البرتغال عملت 3 تعادلات، يعني هذا جيد. البرتغال شيء وايطاليا شيء. اللي شفناه اليوم، هل فيه واحد يفهم 1% كوره هذا المنتخب بهذه الطريقه يقدر يفوز بكاس افريقيا؟ اللي يستحق التهنئه مهند، ولازم ياخد حقه المنتخب الموريتاني.
يعني بالاداء اللي قدمه النهارده والاداء اللي قدمه في مباراه انجولا، الروح اللي الفريق ده اظهرها والشخصيه اللي اظهرها، زي باكد كلامي اللي بين الشوطين ان الفريق ده هيبقى منافس صعب جدا جدا على اي فريق في التصفيات اللي جايه وفي تصفيات كاس العالم. خلاص وضع لنفسه طريق وهيكمل فيه بلاعبين امكانياتهم وروحهم العاليه زي ما شفنا في المباراه النهارده. انا ما توقعتش الاداء ده تماما من موريتانيا، توقعت هو اقتلع احترام الجميع بقدراته وليس بمجامله الاخرين، هذا هو المنتخب الموريتاني. انا بقول لك قدم اداء وروح عاليه جدا جدا والتزام وانضباط وروح. شوف الشوط الثاني فريق 3 لاعبين خرجوا للاصابه، التغييرات اللي حصلت، التغييرات الاضطراريه، 3 تغييرات اضطراريين. اللاعب الاهم في الدفاع اللي هو عبد الله اللاعب الطويل اللي في الشوط اللي خرج مصاب، اللاعب اللي دراعه اتكسر بديله، اللاعب دراعه اتكسر وعنده اصرار انه يكمل يا مهند، انما رده الفعل ما حسيتهاش من الفريق التونسي تماما. سؤال وحيد، لاعب ما شاء الله عليك خبره، فسر لي منتخب ولا فريق اداؤه سيء جدا ثلاثة المدرب يقوم بتغييرين فقط وما يقومش بتغيير ثالث، دليل عدم ثقه في البدلاء يا حسام والاساسيين. انا وجهه نظر، عندي وجهه نظر يا مهند. طيب عرفها وجهه نظرك وحنوجه لك سؤالك انت كابتن وائل، بعيدا عن ربما لان هناك اسئله اعتقد انها تسبب احراج للبعض، لكن تغييرات اضطراريه ورغم ذلك البديل كان بمستوى الاساسي في الروح، في الجرينتا، في القليب اللي كان يتساءل عليه حسام قبل المباراه، قالها بالتونسي، قال القليب رجال، يعني كان هذا ما كان مطلوب من المنتخب التونسي، هذا ما فعله المنتخب الموريتاني. ما دامت هناك روح، اللاعب بكل تاكيد مستعد انه يركض لمده 90 دقيقه. اذا لم يكن جاهز رغم ان الاصابه الامانه يعني اصابه كانت قاسيه صحيح، يعني. حتى رده فعل حسن عيد يعني تعطيك صوره الالم اللي حس به اللاعبين قبل اللاعب المصاب، لكن فعلا يستحق اللاعب كل التشجيع بالحقيقه، يعني اثبت على مدى ولائه وإيمانه بمنتخب. اللاعبين بالحقيقة جميعا يعني أسوأ اللاعبين بالمنتخب يمكن تعطيه تصنيف 7 من 10، يعني جميع اللاعبين كانوا مثاليين بشكل لا يمكن في الحقيقة توقعه. شكرا محمدي. سنذهب إلى السويس في هذه الأثناء. نافع بن عاشور ومعه يوسف المساكني. نافع. مرحبا مجددا إلى جانب كابتن منتخب تونس يوسف المساكني. يوسف، نقول مبروك لانه ترشح هذا ب3 نقاط، لكن كنت نتحدث مع الفريق يعني وعلى وجهك باين ما فيش فرحه، وجه اللاعبين كان بالفريق في فتره شك. يوسف، ما الذي يحصل الان؟ الترشح هو الهدف لكن ليس غايه. يوسف نعرفك صريح يعني، ايش فما يوسف؟ شو نقول لك، انا شويه ستريس، برشا ستريس سورتو كي تدخل. لا مش دخلنا في الشك، قلت لك كيما اول ماتش انا فما 7 8 جوارات اول مره يعملوا كان ما يعرفوش ستريس تاع الكان. معناها الاوبجيكتيف اليوم اللي تعدينا على الميدان اليوم كل لعبوا كاس عالم يعني. اي ميسالش، معناها ايش قلت لك، كان تفرق على كل شيء، كان تفرق على كل شيء، وفما برشا منهم ما لعبوش كاس العالم. اليوم الاوبجيكتيف عملناه اللي هو الكاليفيكاسيون، ترشح الدور اللي من بعد. معناها تو كل ماتش وماتشو، حاجه الباهيه اللي ما قبلناش بونتوات. نكملوا خير من هكا ان شاء الله، وعلاش ليه معنا ما خسرنا حتى ماتش ان شاء الله. بقدر ربي ماشي لبعيد ان شاء الله. يوسف، الان دور الكوادر، دورك انت كقائد فريق، لاعبين اصحاب الخبره، وربما لتحسين الجو، لتلطيف الجو، المهم تحقق الان. يعني الجماهير غاضبه اكيد في تونس، تبع فينا غاضبه، باش تعدوها يوسف بصراحه؟ مش فماش عباد تكون غاضبه، كل لعبوا كاس عالم يعني. اي ميسالش، معناها ايش قلت لك، كان تفرق على كل شيء، كان تفرق على كل شيء، وفما برشا منهم ما لعبوش كاس العالم. اليوم الاوبجيكتيف عملناه اللي هو الكاليفيكاسيون، ترشح الدور اللي من بعد. معناها تو كل ماتش وماتشو، حاجه الباهيه اللي ما قبلناش بونتوات. نكملوا خير من هكا ان شاء الله، وعلاش ليه معناها ما خسرنا حتى ماتش ان شاء الله. بقدر ربي ماشي لبعيد ان شاء الله. يوسف، الان دور الكوادر، دورك انت كقائد فريق، لاعبين اصحاب الخبره، وربما لتحسين الجو، لتلطيف الجو، المهم تحقق الان. يعني الجماهير غاضبه اكيد في تونس، تبع فينا غاضبه، باش تعدوها يوسف بصراحه؟ مش فماش عباد تكون غاضبه قدنا نحن راهو، فهمت؟ مش قبل الجماهير، خاطر احنا نعرفوا الاداء نتاعنا ينجم يكون خير من هكا باش نفرحوا التوانسه. معناها اكثر حاجه تفرحنا باش نفرحوا العباد. وان شاء الله يا ربي نكونوا حاضرين الدور اللي من بعده، خاطر توا كل ماتش ماتشوه،
وكما قلت لك معناها 3 ماتشات هذوما ناخذوا منهم حاجه باهيه اللي ما قبلناش برشا بونتوات، وان شاء الله النجاح على الهجوميه تجي في الماتشات الجايين وكاهو. ان شاء الله يوسف، مبروك مره اخرى الترشح ولو بالحد الادنى المطلوب، لكن المهم منتخب تونس ترشح في المركز الثاني سيواجه غانا. مهند. شكرا نافع بن عاشور، شكرا